السلام عليكم البنات ومرحبا بكم من جديد في قناتي وصفات حديثة وتقليدية مع رينا. وكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وجمعة مباركة. جيتكم اليوم في ريحة زمان وبنة زمان يا البنات. شربة فريك تاع العرس بطريقة سهلة سريعة مبسطة، يعني أي وحدة تقدر أديرها وتجيكم عاقدة يا البنات كي ما يحب الخاطر، واللي تحبها محرحرة ما عليها غير أنها تزيد الحار. نقولكم ما تنساوش كي ما اشتركت في القناه تشترك في القناه وتخلي لي جيم للوصفه تاع نهار اليوم، هكذا باش توصلها جميع الوصفات نتاعي باذن الله. هنا في قدره عادي درت حوالي نص ملعقه كبيره تاع مارغرين ولا سمن. انا مش حنكثر بزاف ليدان باسكو اللحم نتاعي نستعمل اللحم الغامي، كما على بالكم اللحم الغامي فيه ليدان. ورايحه نزيد شويه تاع الزيت باش ما تتحرقليش هذيك المارغرين تاعنا. نخلوها حتى تذوب هذيك المارغرين مليح. نجيب نحط اللحم نتاعنا. هنا اللحم نتاعكم يعني باش تجيكم الشوربه مليحه لازم تقلوا اللحم مليح. هذاك اللحم كي تقلل لكم مع الزيت وهذيك السمن ولا المارغرين راح يعطي بنه للشوربه تاعكم روعه. ما نحكيلكمش، دائما نقول لكم السر تاع الماكله ولا الشوربه ولا اي عفسه، السر باش تجيكم بنينه لازم تقلوا كلش مليح، سواء دجاج سواء اللحم لازم يتقلاو مليح. هكذا بعد ما تقللي شوفوا تغير اللون تاع اللحم نتاعي، نبدا نجيب الخضره ونرمي كامل الخضره نتاعي كما راكم تشوفوا. ما قطعتهاش خليتها في ماي كبير. جبت حبه زروديه قطعتها على 4، حبه طماطم قطعتها على 2، حبه تاع بصل متوسطه تاع الحجم قطعتها على 2، وحبه بطاطا تكون صغيره. هذه البطاطا باش تخلي لي الشوربه فيك تاعنا تجي عاقده كما راكم تشوفوا. ونقليهم كيما راهم هكذا باسكو من بعد راني راح نرحيهم في الرحيوه. بعدها زدت الحميصه. انا الحميصه درتها مع التقليه مع الاول باسكو مش مخدها فقط، يعني مانيش مغليتها في الماء تما مازال ماشي طيبه كامل. هكا غطيت عليها وخليت حتى الخضره تاعي تقلت لي كما راكم تشوفوا. وسيوا مره على مره انكم تقلبوها باش ما تتحرق لكمش، وقلوها على نار تكون ناقصه شويه باش تقلى الخضره تاعكم مليح مع هذاك اللحم اللي راهم متقلي في هذيك المارغرين حيط لهم بناء يعني ولا اروع. نروحوا لي زيبيس تاعنا. درت هنايا راس الحانوت، درت العكري الحلو، واللي عندها زعما حبه الحار ديرها حاره. ندير الحار انا نحبها حاره لكن الزوج تاعي ما ياكلش الحار. شويه تاع الكمون مع الملح. الملح كان كافي، يعني ما جبت ملحه ما جات مسوسه، جات سوسفه هكذا. ونزيد نخلي الخضره تاعي تتقلى مع هذاك الزيبيس مع هذاك الملح، وبعدها نمرق بالماء سخون. هكذا وسيروا تخلطوا مليح باش هكذاك التوابل يدخلوا كامل في الخضره نتاعي مع هذاك اللحم باش تجيني ابنيه. هنا جبت شويه تاع حشيشه وشويه تاع معدنوس وشويه تاع نعناع، ربطهم هكذا بالخيط ونخليهم يتقلوا لي مع الخضره واللحم باش يطلقوا البنه معاهم. بعد ما تقلوا لي كما راكم تشوفوا كامل تقلى كلش مع بعض، نروح نمرق قلت لكم بالماء سخون. هنا نمرق حتى تتغطى الخضره نتاعي، قيس ما طيب لي الخضره فقط باسكو راح نزيد نمرق للمره الثانيه. نمرقوا في الطف تاع القدره، ما تمرقوش في الوسط باش ما تروحلاش دوك التوابل وديك التقليه اللي راهي فيها. هكذا نغلق عليها ونديرها على نار تكون متوسطه شويه، يعني شويه تكون زايده بزاف باش الخضره تاعي هي طيب لي مليح، واللحم هذاك يزيد يطيب ويجي مليش عاصي. هاي لكم هنا بعد ما طابت لي هذيك الخضره نحيت الخضره تاعي درتها في الرحيوه كما راكم تشوفوا هكذا. هنايا الماء كما تشوفوا فيه نشف شويه، نغطي عليه ونخليه يزيد ينشف لي هذاك الماء. نقول لكم علاش. هنايا الخضره تاعي قبل ما نرحيها زدت رميت عليها رشه تاع حشيشه ورشه تاع معدنوس ورشه تاع نعناع ونرحيها. نرحوها انا كيما على بالكم الرحيوه هذه تجي فيها 3 هذوك اللي يرحوا، نتوما رحوها في الخشينه كامل هكذا باش الخضره تاعي كي نحطها في الحريره
الشوربه تاعنا الفريك تبان. واللي حابه زعما الخضره تاعها ما تبانش تريحيها كامل في ديك الرقيقه كامل. شوفوا هنا الملح حسيت هنا المرقه تاعي حسيت شغل بدات تنشف. هنا دوك نروح نزيد لها ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. هنا طماطم مصبره ولا ما درناهاش تتقلع مع الخضره. كيما على بالكم الطماطم ما تخليش الخضره تاعكم تطيب وما تخليش اللحم تاعكم ما يطيب، تخليه يعني عاصي. دوك واش راح ندير؟ بعد ما نحيت الخضره نتاعي واللحم تاعي ندخلو طياب، نروح دروكا نزيد ملعقه كبيره تاع الطماطم. هاي ليكم ونقليها للمره سما اللحم تاعي يزيد يتقلى للمره الثانيه مع الطماطم تاعنا. سما هذه الشوربه راح تتقلى، الشوربه اللي نخدمها اللي خدمناها اليوم تقلات مرتين، المره الاولى اللحم مع هذيك الخضره، المره الثانيه بعد ما نحيت الخضره نتاعي خليت هذاك الماء ينشف لي شويه وزدت لها ملعقه كبيره تاع طماطم ومرق وقليتها مليح باش تروح على هذيك القروصيه نتاعها. بعدها مرقت بالماء السخون كيما راكم تشوفوا فوق شويه فوق النص تاع القدره نتاعنا هكذا، ونخلوها حتى المرقه تاعنا تغلي، نحسبوا لها 5 دقائق باش نديروا لها الخضره اللي رحيناها. هاي لكم يعني بنات نرمي هذيك الخضره اللي رحيناها نديرها مع الفريك تاعنا ونخليها مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه باش تزيد تطيب هذيك الخضره نتاعنا مليح. والمرقه تاع الشوربه تاعنا نزيد تعقد لنا هكذا. هاي ليكم بعد ربع ساعه حتى 20 دقيقه كي تشوفوا ترفدوا الماء تاعكم بالمغرف تشوفوها الماء بدا يعقد معكم يعني تحسوك شغل عاقد. هنا نروح نجيب الفريك نتاعنا، درت حوالي فنجال شمختو وقطرته من الماء مليح ونخلي الفريك نغلق على الفريك تاعنا ونخليه حتى يعقد لي. قبل ما كي درت الفريك قبل ما نغلق عليه ونخلي الشوربه تاعي تزيد تطيب درت هذا القرن تاع الحار باش يطلق لي الريحه تاعو فقط، ما 5 دقائق ولا نحيه. ما قلت لكم الزوج تاعي ما يحبش الحار، نحيته. شوفوا كما بتشوفوا الشوربه الفريك تاعنا عقدت كما يلزم. نطفي عليها وكون قطعت شويه الحشيشه وشويه تاع النعناع وشويه تاع المعدنوس ونرمي عليها من الفوق ونغطيها ونخليها كي يلحق الوقت يعني تاع الفطور راني نبدا نسير نفرغ ونحط فوق الطاوله. قلت لكم يا البنات طريقه يعني تاع زمان تاع جداتنا وتاع امهاتنا يعني كما يقول لك القديم ما تفرط فيه والجديد ما تنساه. شوفوا يا البنات قلت لكم جات عاقده سواء في الملح جات يعني سوا في السكر يعني في القروصيه تاعها ما جاتش خارصه، الطماطم كانت هذيك هي سوا وجات ابنينه سختو يعني اذا زدتوا لها الحار يعني وزدتوا حرحرتوها راح تجي بزاف ابنينه. صدقوني يا البنات قلت لكم عاقده. وهذيك الخضره كما راكم تشوفوا فيها راهي تبان في الفري تبان في الشوربه.